رئيس حزب الوفد السيد البدوي قال إن جبهة الإنقاذ الوطني التي أسست نهاية 2012 ستبقى مستمرة في عملها خلال المرحلة المقبلة. وقال البدوي خلال مؤتمر صحفي إن الجبهة ستشرع في إعادة تشكيل أوضاعها في ظل التزامها بحماية المسار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان على حد تعبيره هذا. وقد أعلن تعيين وحيد عبد المجيد متحدثا رسميا باسم جبهة الإنقاذ جبهة على أن يتم اختيار منسق عملها خلال الفترة المقبلة. 40 ثانية، ماذا تبقى من جبهة الإنقاذ؟ تبقت جبهة الإنقاذ كاملة الآن تحاول استعادة دورها في صنع توازن في المجتمع المصري، لأن هناك طرفين. هناك طرف الجماعة الإرهابية التي تفزع المواطنين وترهبهم في الشارع باستخدام السلاح، وهناك طرف السلطة متمثلة بالتحديد في اعتداءات وزارة الداخلية الكثيرة على بعض المتظاهرين السلميين، فضلا عن قيامها بدورها الوطني في حماية الوطن من الإرهابيين، لكن أيضا تجاوزت بعض الشيء وهناك تعدي على حقوق الإنسان في مصر. فيجب أن تكون جبهة الإنقاذ هي رمانة الميزان في المشهد الحالي لضمان حماية المسار الديمقراطي في مصر.